طاجن البامية باللحمة على طريقتي. اهلا بيكم حبايبي، يلا نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة هنا في حلة على النار مكعب زبدة، ونزلت باللحمة اول حاجة بشوحها مع فلفل اسود وورق لوري، ونزلت عليهم بالمية المغلية وسبتهم يتسلقوا مع بعض لحد ما نحضر البامية. طلعتها من الفريزر، حطيتها في مية مغلية، خدت غلوتين. ودي الصلصة، ضربت بس طماطم كده مع ملح وفلفل، حطيتها على النار. وده بعمل العجينة او الكفر اللي هغطي بيه الطواجن. كوبايتين من الدقيق مع كوباية من المية ومعلقة من الزيت ورشة من الملح، وعجنتهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما العجينة بس خدت عرق كده وسبتها ترتاح. هنا بقى الطواجن بتاعتي، العدد اللي يناسبكم طبعا. ضفت الاول حاجة اللحمة، وبعد كده البامية، وبعد كده الصلصة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى في طاسة على النار مع زبدة، بصلة مفرومة ناعم بشوحها كويس قوي. بضيف عليهم الثوم المفروم، وبعد كده نزلت بفلفل حامي ده حسب الرغبة طبعا. بشوحهم كده مع بعض، ومع الكزبرة الناشفة. وكمان ضفت معاهم كزبرة خضراء، دي بتدي تست حلوة قوي قوي مع البامية. وطبعا قبل ما اقفل الطواجن اهم حاجة عصرة الليمونة. اللي متفق معايا في الليمون مع البامية يقول اوكي. وهنا العجينة بفردها زي ما انتوا شايفين كده، تاخد بس الحجم كده بتاع الطاجن، وبفردها عليه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بحاول الفها حوالين الطاجن علشان اتحكم في السمك بتاع العجينة، ما تبقاش تخينة قوي، عشان يعني العجينة دي مش واخدة خميرة، فعشان لما تتاكل ما تبقاش ناشفة وقاسية على الاسنان يعني. هنا بديها فرشة كده، بلمعها بمعلقة من الصلصة مع معلقة من الزيت والملح. دخلتهم فرن لمدة نص ساعة، ولعته من فوق ومن تحت. كان مسخناه مسبقا. وهنا زي ما انتوا شايفين العجينة ناشفة يعني مقرمشة. وهنا الطواجن طلعت بعد نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده بالجمال ده. مظبوطة جدا اهي، يعني حاجة كده ولا غلطة ما شاء الله. طعم وريحة مش قادرة اقول لكم، يعني نفسي تجربوها كده وتدعوا لي دعوة حلوة ان شاء الله. واتمنى لايك كده واشتراك في القناة. مع السلامة.